السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة، والنهاردة هنكون مع الحلقة المنتظرة للقائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2023، واللي بعتذر من أولها كده لو الحلقة هتكون طويلة شوية عليكم، بس حبيت إني أجيب لكم كل المسلسلات اللي تأكد نزولها في خلال الموسم الرمضاني. وفي آخر الحلقة هنقول كمان عن بعض المسلسلات اللي لم يتأكد نزولها من عدم. وأثناء الحلقة هنتناول كل التحضيرات والتفاصيل للمسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ بأول مسلسل معانا ورقم واحد، ومسلسل حضرة العمدة. المسلسل حرفيا مليان بالنجوم زي روبي والفنانة القديرة سميحة أيوب وأحمد رزق ووفاء عامر وأحمد بدير ومحمود عبد المغني، والقائمة تطول. والقصة بتدور عن راوية اللي بتتولى منصب العمودية في أحد القرى، أول سيدة تتولى المنصب ده، والمصاعب والصراعات اللي هتواجهها. أنا صفية الفارس، أنا صفية الفارس. خلعتلكوا راسي يا ولاد الكلب. هنمد ايدينا بالسلام، ما سلموش نسلم عليهم بالسلاح. سيبنا لك البحر يا شربايه، انت واخوك اتغرقوا في الناس الغلابه. المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، والإخراج هيكون لعادل أديب. وعلى طول مع رقم 2 في قائمتنا ومسلسل سر الباتع، واللي جايز يكون مليان بالنجوم أكتر من المسلسل اللي قبله، واللي هيكون معانا على سبيل الذكر مع حفظ الألقاب للجميع نجوم زي أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحسين فهمي وأحمد عبد العزيز، وكمان خالد الصاوي وحنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ونجوم غيرهم كتير. المسلسل زي ما فهمنا من تفاصيل اعلانه ان هيتم تناوله في حقبتين مختلفتين من تاريخ مصر، وهنفهم من خلال الاحداث الربط الزمني ما بينهم. انا بدور على حكايه السلطان. مدد يا حبيبي السلطان مدد. هو الدنيا ما فيهاش حاجه غير موضوع السلطان. مدد يا حابب مدد. احنا اتولدنا يا ابني بقينا المهام موجود في البلد. الناس اللي بيحفروا في المقام دول بيدوروا على ايه مدفون؟ الورقة دي شكلها من أيام الحملة الفرنسية. الورقة فيها شوية ألغاز، حاولت حلها عن طريق بحث وتدقيق. المسلسل هيكون عن رواية للكاتب الكبير يوسف إدريس، والتأليف والإخراج هيكون للمخرج خالد يوسف. ويلا نتعرف سريعا على رقم 3 في قائمتنا ومسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، واللي فضلنا مستنيينه بفارغ الصبر من بعد الجزء الأول في 2017، واللي هيكون من بطولة النجوم سيد رجب ومحمد لطفي وبيومي فؤاد واحمد صيام وصبري فواز والعديد من النجوم. والاحداث طبعا بدون الخوض في تفاصيل هتكون استكمالا لاحداث الجزء الاول. اكسر صيامك يا ابني المفلته. العفاريت بتنطط قدام عينيا دلوقتي. بص الدنيا صيام ولا على اكل؟ لا يا معلم خميس. هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ دراسات عليا؟ اصحى يا عاطف يا حرامي. لا بدل الزاولة ولا صايم. يعني وانت فاطر بتلعب بديلك؟ السلام عليكم. ايه الملعب اللي دخل علينا؟ والتأليف هيكون للمؤلف أحمد عبد الله، والإخراج لسامح عبد العزيز. ونوصل بعد كده للمسلسل اللي اتفاجئنا بنزوله في اللحظات الأخيرة، ورقم 4 ومسلسل حرب، واللي هيكون من بطولة النجوم أحمد السقا ومحمد فراج. ولسه لحد دلوقتي ما تمش أي إعلان أو تفاصيل عن أحداث المسلسل، غير إنه هيتكون من 10 حلقات، وإن هيتم عرضه مباشرة بعد مسلسل الكتيبة 101 اللي هيتكون من 20 حلقة. التأليف هيكون للكاتب هاني سرحان، والإخراج لأحمد جلال. يلا بينا علشان نتعرف على تفاصيل رقم 5 في قائمتنا ومسلسل المداح الجزء الثالث أسطورة العشق، واللي هيكون بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان، واللي هيضاف ليهم خلال الجزء ده النجوم لوسي وأحمد ماهر ومحمد رياض، وكمان يسرى اللوزي والنجمة رانيا فريد شوقي. القصة هتكون كالعادة مع صراع جديد مع الشيخ صابر المداح وأحد قوى الشر، واللي هتقوم بالدور دوت خلال أحداث المسلسل النجمة لوسي حسب ما تداول التصريحات. واسمك بقى علامة كبيرة عندهم. حامل في شهرين متجوزتش. اللي صايب امين عايش جن عاشق. ازاي راجل مبروك زيك مش قادر يعرف إني الولد مش ابني. لازم تعرفي كويس ان احنا ابننا في خطر يا رحاب. ابننا ولا ابن الجن؟ التأليف هيكون لمؤلفين الأجزاء اللي فاتت أيمن جمال ووليد أبو المجد،
والإخراج للرائع أحمد سمير فرج. وسريعا رقم 6 والمسلسل الجميل والمنتظر الكبير الجزء السابع. البطولة طبعا هتكون للنجوم أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد، ويقال إن هيكون في النجمة دنيا سمير غانم بدور هدية كضيف شرف. والقصة كالعادة هتدور ما بين المواقف اللي بيتعرض ليها الكبير مع زوجته وأهل المزاريطة في إطار كوميدي وخفيف. مفيش اي حاجه تتحل غير بالحب. تفتكريش وانا داخل من الدوار داخل بالورب عشان ما اخبطش؟ يا منور يا وكاله ناسك. اسمها يا واكل ناسك. هنعملوا ميتنج عشان نعملوا برين ستورم. هو انت اصلا عندك برين عشان تسترمه؟ هو ده التعقيم؟ اتفضل ارتاح. هتوف بتدين. التأليف هيكون لمصطفى صقر ومحمد عز والإخراج لأحمد الجندي. تعالوا دلوقتي نتناول أحداث واحد من أكتر المسلسلات المنتظرة خلال الموسم ده. ورقم 7 معانا هيكون مسلسل رشيد. البطولة هتكون للنجوم محمد ممدوح وريهام عبد الغفور وسيد رجب وخالد كمال وغيرهم. المسلسل هيدور في إطار من الغموض والإثارة، وكلنا عارفين إن نادرا ما النجم محمد ممدوح بيختار دور ويقلش منه، فعلشان كده هنكون منتظرين منه مسلسل متميز كالعادة. انا عايزه الكشك تبقى كبيره قوي ومليانه ورد. بنت اسماء خطيبتك دي بنت جدعه واصيله وبنت ناس. كنت عليك اكلمك كل ده وما تردش عليا؟ يعني ما صعبتش عليك وانا عماله ارن؟ اسماء مش انت متجوزه؟ التأليف هيكون لوسام صبري والإخراج لمي ممدوح في أول تجاربها الإخراجية. نوصل لرقم 8 واحد من المسلسلات المنتظرة بقوة، ومسلسل جعفر العمدة. هيكون من بطولة النجوم محمد رمضان وهالة صدقي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب ومنذر ريحنا وبيومي فؤاد. واللي هتدور أحداثه في أحد الحارات الشعبية عن شخصية جعفر العمدة والخلافات والصراعات اللي هتكون بينه وبين شخصية شوقي فتح الله اللي بيقدمها النجم منذر ريحنا. بسم الله العدل. راجل ظالم فاكر ان ربنا خلق الدنيا دي كلها عشان هو بس. انت ورثت كل حاجة حلوة في ابوك. ايه اللي حكاية الجواز دي؟ وقفت قدام اهلي، بعت كل حاجة في الدنيا عشان خاطره. خدت العزا في ابني، انا مش عارف عايش ولا ميت. التأليف والإخراج هيكونوا للمتميز محمد سامي. سريعا لرقم 9 في قائمتنا ومسلسل إكسلانس، وعودة بعد انقطاع كبير عن الدراما والنجم محمد سعد. اللي هيشارك معاه في بطولة المسلسل أحمد فتحي وحسام داغر وويزو وعمر مصطفى متولي ومصطفى درويش. مفيش تفاصيل كتير لحد دلوقتي عن أحداث المسلسل ده وقصته، غير انه بيقال انه هيظهر بشخصية الحناوي اللي سبق وقدمها من خلال فيلم كركر، ولكنه هيكون في فترة زمنية اصغر شوية. احنا ملوك السوق، اقوى من تجار الذهب واقوى من تجار السلاح. تعرفني يا محروس؟ انت الحناوي. حلو، يبقى انت ما حصلكش ارتجال. يا ابني عيب كده يا ابني، انت شايل كنبه. هو سؤال، فين ثروة العمري؟ بابا يا لهوي، انا لا اعرف ثروة العمري ولا صفية العمري. انت ما جبتش العجل عشان تذبحه على روح امي؟ عجب امك ما تحتاجش غير ارنب يا دوب. التأليف هيكون لورشة بلاك هورس والإخراج هيكون لإبرام نشأت. يلا بينا دلوقتي نتابع تفاصيل رقم 10 في قائمتنا ومسلسل الأجهر. البطولة هتكون لنجوم من العيار التقيل، وعلى رأسهم عمرو سعد ودرة وعمرو عبد الجليل وسيد رجب والنجم خالد زكي. الأحداث هتدور ما بين شخصية مصطفى الشهير بالأجهر واللي بيشارك في عمليات استخراج معدن الماس من أحد القرى الأفريقية، وما بين بعض رجال الأعمال واللي هيدور ما بينهم خلال أحداث المسلسل صراعات قوية جدا. No more hunger in our village. تعمل ايه في افريقيا يا مصطفى؟ لو وافقت على اللي انا جاي لك فيه يبقى ليك عندي مصلحه. السوق بتاعنا ده له احكام وحكام، واللي عايز يشتغل ويكسب لازم يمشي بالاصول. عايز كام وتخلع خالص من موضوع افريقيا ده. ولو قلت لا. التأليف هيكون لورشة ملوك واللي سبق قدمه مع النجم عمرو سعد مسلسل توبة، والإخراج هيكون لياسر سامي. على طول على رقم 11 ومسلسل الكوميدي الخفيف الصفارة. البطولة هتكون لأحمد أمين وآية سماحة وطه الدسوقي وحاتم صلاح ومحمد رضوان، اللي زي ما فهمنا من إعلانه
إن شخصية شفيق اللي بيقدمها أحمد أمين هتلاقي بمحض الصدفة الصفارة اللي كان بيمتلكها الملك الفرعوني توت عنخ آمون، واللي بيها ممكن يرجع لأي زمن عايزه ولكن لمدة 3 دقايق، والأحداث الكوميدية اللي هتمر عليه. انا عارف انا هرجع لأني 3 دقايق بالظبط. يا اخوانا بقى مش ناقصين لخبطه والله العظيم، يعني احترموا اللحظه. انا رجعت الصفاره اشتغلت. ده لو اقدر امسكك فرع بالبيس همسكك. هبقى اكلمك بالبيس بقى. التأليف هيكون لمحمود عزت والإخراج لعلاء إسماعيل. ورقم 12 في قائمتنا هيكون لمسلسل ألف حمد لله على السلامة. البطولة هتكون للنجوم يسرى ومحمد ثروت وشيماء سيف ومحمود حجازي وميان السيد. أحداث تقريبا كده من خلال الإعلان هتكون عن رجوع يسرى مع أولادها من أمريكا لاستلام ميراث، والأحداث اللي هتمر ما بين اختلاف الثقافات. ابعتي لي فين بسرعه. عمر هندسه. واتس ذا مينينج اوف مولتي؟ مشهور. فين يعني؟ الشارع اللي ورانا على طول. افيك بليزي. يعني ايه؟ يا عم بعدين بقى هبقى اديكم محاضره في الشبحانه. تقرب بقى تقرب لحد من ولادي عشان افتح نافوخك. يا ريتني سمعت كلامك يما. التأليف هيكون لمحمد ذوالفقار والإخراج لعمرو صلاح. سريعا علشان نتعرف على رقم 13 في قائمتنا ومسلسل المنتظر ضرب نار. البطولة هتكون لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والنجمة سهير المرشدي وانتصار. الأحداث هتدور في إطار من الدراما الشعبية عن شخصية جابر أبو جديد ومهرة أبو الليل اللي بيقدمها العوضي وياسمين، والظروف اللي هتجمعهم ببعض من خلال أحداث المسلسل. انت لازمك مواويل. ما تسفنيش بقى. مورا، انت الصعيدي ولا الغشاش؟ ما تجيش ناحيه البت دي تاني. واللي لا بحبه ولا اللي معرفوش. حسك معلاش. شايفه عليه بنت من شبرا. لو انت فاكره ان انا من الستات اللي بيتنسوا بسرعه تبقي غلطانه. اللي يشتغل مع زيدان ما ينفعش يخون. فوق يا سامي، انا الكوماندر. قسما بجلاله الله لو ما بعدت عني لسفلتك. اللي جبل التاني حلال على التاني. التأليف هيكون للكاتب ناصر عبد الرحمن والإخراج لمصطفى فكري. وسريعا لرقم 14 ومسلسل الخفيف مذكرات زوج. بعد الأدوار القوية اللي قدمها لنا النجم طارق لطفي في رمضان اللي فات واللي قبله، قرر السنة دي إنه يرجع لنا ولكن بمسلسل بقصة خفيفة، وهيشترك معاه في بطولته النجوم عيشة بن أحمد وخالد الصاوي. عن زوج بيعاني من الروتين اليومي في حياته وبياخد قرار بإنه يروح لطبيب نفسي لمساعدته. عايز اعمل لك تمثال يعني؟ ده واجبك يا حبيبي. اهلا بيك يا استاذ رؤوف في مؤسسه TN for Happy Life. رايح فين؟ انا همشي 20. كل اللي حاسه اني وحيد، كأني عايش في جزيرة لوحدي. هو انت الراجل الشرقي بقى هيطلع كده ويصور ويطلع عقده عليا؟ غريب يا اخي، كل واحد فينا عنده حب قديم بيمسح بيه البلاط. التأليف مأخوذ على الرواية للكاتب أحمد بهجة، والسيناريو والحوار لمحمد سليمان عبد المالك، والإخراج لتامر نادي. ودلوقتي مع المسلسل اللي أنا شخصيا منتظره، ورقم 15 ومسلسل عملة نادرة. البطولة هتكون للنجوم نيلي كريم وأحمد عيد اللي أخيرا رجع وبعد شقة وكمان مغير جلده تماما في المسلسل ده، وهيشارك معاهم في بطولته النجوم جمال سليمان وكمال أبو ريا. قصة هتدور في أجواء صعيدية عن شخصية نادرة اللي بتقع في صراعات دايمة مع أكتر من فرد من أهل قريتها. عايز اعرف نوع السلاح والمسافه اللي ضربت منها العربيه. سلاح يبقى دم. يكرهوني ويخافوا مني احسن ما يحبوني ويرفعوا عينهم في عيني. الكبير يا عطيه يفضل طول عمره كبير، والا ميزان الكون يختل. والله ما تعيش ثانيه بعدين. مين معاه الحاج؟ ومين اللي سرقه؟ اللي يخاف يداس يا فالح. من يوم ما شفتك حسيت بالصدق في عينيك. التأليف هيكون للدكتور مدحت العدل والإخراج لمحمد جمال العدل. يلا سريعا على رقم 16 علشان نتعرف على أحداث مسلسل بابا المجال. البطولة هتكون لمصطفى شعبان وباسم سمرة وسوسن بدر ورياض الخولي. المسلسل هيغلب عليها الطابع الشعبي وهيدور عن قصة قاتل وسرده لأحداث جرايمه أسباب القتل. اول حد قتلته كان امتى وكان مين من الضحايا؟ انا الضحايا عندي كتير يا باشا.
انفض غبار الماضي، ارميه، خش في دنيتك الجديدة بقلب جامد. التأليف هيكون لمحمد الشواف والإخراج لأحمد خالد موسى. وعلى طول تعالوا علشان نتعرف على أحداث مسلسلنا ورقم 17 ومسلسل ستهم. البطولة هتكون لروجينا وإياد نصار ومحمد عبد الحافظ ونانسي صلاح وأحمد الرافعي. المسلسل هيدور في قصة من الدراما الصعيدية وهيقع تحت بند الأحداث الواقعية عن قصة سيدة فضلت عايشة بشخصية وملابس رجل علشان تعرف تواجه هموم ومصاعب الحياة. القصة ملهمة جدا وبنتمنى اننا نطلع منها بمسلسل قوي، بس هو من الواضح كده ان فعلا روجينا تعبت جدا وهي بتحضر للدور ده. خلاص ما بقتش خلقات النسوان تناسب ستهم. والله انا كسرت الاخوات عزوة تجوي حد اختك في رقبة اخوك. يا كل بايش يا قاصة عندنا فرح وتناصة. القصة هتكون للكاتب ناصر عبد الرحمن والإخراج لرؤوف عبد العزيز. استكمالا لمسلسلات البطولات النسائية هنوصل دلوقتي لرقم 18 ومسلسل تحت الوصاية. تحت الوصاية هيكون بطولة النجوم منى زكي ودياب ورشد الشامي ونسرين أمين وأحمد خالد صالح. القصة عن سيدة بتقوم بإعالة أسرتها من خلال مركب صيد، ولكنها بتواجهها كتير من المشاكل والصراعات خلال عملها. بتعمل اللي انت بتعمليه عشان عيالها تبقى بطلة وحنان. كفايه كلام حرق. روح قلب صالح. تدخلك انت، ما ينفعش تدخل هنا خالص. والمركب فين؟ دي اول مره اطلع البحر. بسم الله دوت يا كريم يا رب. التأليف هيكون لخالد وشيرين دياب والإخراج لمحمد شاكر خضير. سريعا لرقم 19 في قائمتنا ومسلسل علاقة مشروعة. البطولة هتكون للنجم ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم عن زوج بيمر ببعض المنعطفات في حياته الزوجية وتأثيرها على علاقته بزوجته. البيت ده وكل حاجه فيه بما فيه اللي انت لابساه ده بفلوس. حاولي العالية وانت هتقولي الامجد. وطالما انت حقاني قوي كده، حق انا فين؟ ايه الجرح اللي في رقبتك ده؟ انت السبب في اي حاجة انا وصلت لها. انا مش عايزه الحاله اللي انتوا فيها دي تستمر. انت غير اي حد عندي في الدنيا. التأليف هيكون لسماح الحريري والإخراج لخالد مرعي. تعالوا سريعا نتعرف على رقم 20 في قائمتنا ومسلسل تغيير جو. المسلسل هيكون بطولة نخبة من النجوم على رأسهم منى شلبي وإياد نصار وميرفت أمين وشيرين. الأحداث هتدور في إطار اجتماعي عن الترابط الأسري واللي ممكن نشوفه من خلال اختلاف الثقافات في الغربة وكيفية التعايش. شفت القمر دي شريفة بنت أختي. انت مصري؟ انت مصرية؟ انت بتتكلم مصري مش لبناني؟ الأندال بيبانوا بعرفهم من أول نظرة. انت مصمم. ما هم بيبقوا كلهم مصممين في الاول. من بعيد لبعيد كل حاجه اجمل. التأليف هيكون لمنى الشيمي ومجدي أمين والإخراج هيكون لمريم مبعوث. ودلوقتي مع واحد من المسلسلات المنتظرة ورقم 21 ومسلسل سوق الكانتو. البطولة هتكون للنجوم أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وكمال أبو ريا وعبد العزيز مخيون. والأحداث هتدور في فترة الثلاثينات في مصر عن سوق الكانتو اللي كان مشهور في وقتها ببيع الملابس، والصراعات والمواجهات اللي هتدور ما بين التجار على امتلاك سلطة المكان. حاج حسنين القماش هيفضل كبير السوق، حتى لو صبيانه كده رجلهم شدت وقفوا على حيلهم بقى عندهم دكاكين وصبيان برضه هيفضل كبير السوق، واحنا ما بنسيبش حقنا. علاقة أي ست بالموضة هي علاقتها بثقتها في نفسها، إحساسها بجمالها وأنوثتها، وبتحسن مزاجها. بس انت اللي فكرك بالدكانه بعد العمر ده كله يعني؟ هو إيه كل الأسئلة دي؟ وأنت حكم دار السوق؟ ايه ده، انت عرفتيني ازاي؟ انا اسمي طارق قماش، حاكم دار المحروسه كلها. التأليف هيكون لهاني سرحان والإخراج لحسين المنباوي. ويلا سريعا علشان نتعرف على رقم 22 في قائمتنا ومسلسل الكتيبة 101. البطولة هتكون لعمرو يوسف وآسر ياسين وفتحي عبد الوهاب، واللي هيدور عن أحد العمليات الفدائية للجيش المصري في منطقة سيناء.
واللي نقدر نعتبره كده ان هو امتداد لاحداث مسلسل الاختيار. لو عايز تغير رايك محدش يلومك. تحتاج تصمد لاطول فتره ممكنه عشان مش هيبقى معاك سلاح. بس انت مكانتك هتصير كبيره. انت سويت اللي ما في حدا منا قدر يسويه. التأليف هيكون لإياد صالح والإخراج لمحمد سلامة. يلا سريعا على رقم 23 علشان نتعرف على تفاصيل مسلسل الهرشة السبعة. البطولة هتكون لأمينة خليل ومحمد شاهين وعلي قاسم وأسماء جلال. العمل هيدور في إطار اجتماعي عن حياة أحد الأسر بعد لما بيفقد الزوج عمله وتأثير ده على علاقته بزوجته. تصرفاتك بقت غريبة قوي يا آدم بقالها فترة. يمكن عشان بقالي أكتر من 5 شهور قاعد في البيت ما بعملش حاجة. هي الحياة كده يا ابني، من ده وده. وازاي جرب يقول لك حاجة زي كده؟ بنت مش غلطانة يا شريف. انت اللي صدقت انك خواجه. عايزة اطمن. التأليف هيكون لمريم نعوم والإخراج لكريم الشناوي. وأخيرا وبعد طول انتظار وبعد مطالبات عديدة بإعادة إنتاج المسلسلات والسير الإسلامية بيطل علينا رقم 24 وأحداث مسلسل رسالة الإمام. البطولة هتكون للنجم خالد النبوي ونضال الشافعي وأروى جودة وخالد أنور وحمزة العايلي. هو سرد عن أحد أئمة الإسلام وروادها الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي. أهلا بضيفنا الغالي، حللت أهلا ونزلت سهلا. ستفيد حلقاتنا من علومك أيها الفقيه. سمعت أنك تنوي جمع تراث الليث بن سعد رحمه الله. أنا في هذا خادمك ومعينك إن شاء الله يا إمام. كيف تصمد هذه المخطوطات أمام الزمن؟ الكثير من أوراق البردي صمدت منذ المصريين القدماء وحتى اليوم. إن الإمام الليث حدثنا بجواز الانتفاع بالجلود بعد أن تطبخ فتتطهر. التأليف هيكون لمحمد هشام عبية والإخراج للمخرج السوري الليث حجو. ودلوقتي معادنا مع المسلسل الكوميدي الخفيف رقم 25 ومسلسل جت سليمة، واللي بترجع بيه النجمة دنيا سمير غانم بعد انقطاع كبير. وبيشاركها البطولة النجوم محمد سلام وهالة فاخر وبيومي فؤاد وسلوى خطاب. واللي واضح كده من إعلانه أنه هيكون في انتقال ما بين الأزمنة ولكن بشكل شيق وكوميدي. شوف خرمت الصحف. هو ايه المكان الغريب ده؟ وانت وديتني فين يا سليم؟ انا ما وديتكش في حته. لا الله، هو احنا جينا عند محاسن الحلو؟ عمر يا عمر، عمر يا عمر. التأليف هيكون لكريم يوسف وأشرف نصر والإخراج هيكون لإسلام خيري. يلا بينا نتعرف على رقم 26 في قائمتنا ومسلسل تلت التلاتة، اللي بطولته هتكون للنجوم غادة عبد الرازق وماجد المصري وصلاح عبد الله وليلى زاهر ومصطفى درويش. المسلسل هيدور عن جريمة قتل هتتم في أحد الفنادق والألغاز اللي هتدور ما بين أبطاله. اتنين مفلسين قتالين قتلة خلصوا على بعض. ولا نعقل كده ونكمل بقية اتفاقنا. التأليف هيكون لهبة الحسيني والإخراج هيكون لحسن صالح. وما شاء الله البطولات النسائية كتير جدا خلال الموسم الرمضاني ده. وتعالوا بينا نوصل لرقم 27 في قائمتنا ومسلسل جميلة، واللي هيكون من بطولة ريهام حجاج وأحمد وفيق ويسرى اللوزي وسوسن بدر. وأحداثه هتدور ما بين صراع رجال الأعمال لما بتمتلك جميلة شركة والدها والمشاكل اللي هتواجهها من أكتر من منافس علشان يحاولوا يوقعوها. الناس للاسف بتتصور ان طالما طلعت معاش مش هتتحاسب على اي مخالفه عملتها وهي في الخدمه. اللي احنا فيه ده كله تحت راسها. ما كنتش عارفه انك خفيف قوي كده. مش لاقيه غير جميله الالف وتكلميها. ماما على الله بس تعرفي تجيبي جون المره دي. التأليف هيكون لأيمن سلامة والإخراج لسامح عبد العزيز. ودلوقتي مع أكتر المسلسلات غموض ورقم 28 ومسلسل الصندوق. البطولة هتكون لأحمد داش وعلي قاسم وهدى المفتي. المسلسل تقريبا هتدور في أحداثه في أكتر من حلقة منفصلة
ولكن كلهم هيجتمعوا على الصندوق. ايه ده؟ بس انا ما طلبتش ميستري بوكس. في حاجه غريبه. مفيش لو سمحت من فضلك ما شفتش ولد صغير شعره بني؟ الشخص اللي بعت الصندوق ده عنده اسلوب معين. التأليف هيكون لمصطفى صقر والإخراج لمروان عبد المنعم، وكمان هيكون في قائمتنا رقم 29 والمسلسل الخفيف كشف مستعجل. البطولة هتكون لمصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا. تقريبا كده أحداث المسلسل هتدور عن 2 أصدقاء منهم واحد دكتور، والمواقف اللي هيتعرض لها أثناء علاجه للمرضى ولصديقه. الحقني يا يوسف. ما بقاش قدامنا غير 12 يوم. هو انت خاطبني ليه؟ عشان تاخدني كوبري فهم؟ ايه ده؟ ده قلبي مش مرتاح له. تعالى لي. انها حقا عائله سعيده. نعم حقا. اذبحهولك؟ اذبح لك ابراهيم؟ محمود شوشو؟ ده متحول ولا ايه؟ التأليف هيكون لإيهاب بليبل والإخراج لشادي الرملي. ووصلنا دلوقتي لرقم 30 وآخر مسلسل في قائمتنا ومسلسل كامل العدد. البطولة هتكون لدينا الشربيني وشريف سلامة والفنانة القديرة إسعاد يونس. الأحداث هتدور عن قصة حب ما بين 2 بيتعرفوا على بعض من خلال رحلة، ولكن مع الوقت هيكتشفوا سريعا بعض الأسرار اللي كانوا مخبيينها على بعض. الفراعنة كانوا أول ناس استخدموا الزيوت في صناعة مستحضرات التجميل. ايامها بقى طبعا ما كانش فيه بقى بوتوكس والحاجه، عارفه الوش الشمع ده. ما هو مش اي واحده تقعد تعصر شويه فاكهه ولا تضربهم في الخلاط تعمل لي فيها فرغلي التجميل. فرغلي؟ احمد. ليلى. انا موضوع الدكتور ده رايح في حته انا شماها وعارفاها. طول عمري كنت بشوف بابايا وامي الله يرحمها بيحبوا بعض قوي. التأليف هيكون ليسر طاهر ورنا أبو الريش، والإخراج هيكون لخالد الحلفاوي. وغير كده هيكون عندنا بعض المسلسلات اللي ما تأكدش إمكانية عرضها من عدمه خلال الموسم الرمضاني. عندنا مثلا مسلسلات زي عودة البارون للنجم حسين فهمي وخالد سليم، وأرواح خفية للنجمة سمية الخشاب، ومسلسل ليل أم البنات للنجمة سهير رمزي، وكمان مسلسل وعود سخية للنجمة حنان مطاوع وعبير صبري. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وأرجو لو الحلقة عجبتكم ياريت لو تشتركوا في القناة، وياريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في خانة الوصف. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش كمان انكم تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.